قال رحمه الله: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. نعم، يعني النظرة هي أصل الحوادث التي تصيب الإنسان. كيف ذلك؟ قال رحمه الله: النظرة تولد خطرة. النظرة تولد خطرة. نظرة بالبصر تولد خطرة في القلب، لأن القلب أصلا تصل إليه الشهوة من خلال النظر، ينظر ويعجب، ثم يدخل إلى القلب الشهوة وتدخل إليه الخطرة، يبدأ يتحرك القلب في هذا الأمر بسبب ما انعكس عليه من البصر. فالنظرة تولد خطرة، النظرة بالبصر تولد خطرة في القلب، ثم تولد الخطرة فكرة، لا تصبح مجرد خاطرة في القلب، وإنما فكرة تنامت في قلب المرء، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة. هذه كلها، الخطرة والفكرة والشهوة والإرادة، كلها في القلب، تعتمل في القلب. لكن متى اعتملت في القلب وتحركت فيه؟ متى وجد خطرة ثم فكرة ثم شهوة ثم إرادة ثم عزيمة. كل هذه الأشياء التي في القلب من أين بدأت في القلب؟ هل دخلت من دون نافذة، من دون بوابة؟ لا، بوابتها النظر. غضوا أبصاركم، غضوا أبصاركم. فالنظر هو الذي يولد في القلب هذه الأشياء، هو الذي يولد في القلب هذه الأشياء. ولهذا جاء أولا الأمر بغض البصر مقدما على حفظ الفرج. قال: فتصير عزيمة جازمة. العزيمة هذه أين أيضا؟ في القلب. هذه كلها في القلب، كلها تعتمل في القلب على إثر النظرة المحرمة. النظرة المحرمة تكون نظرة يتولد منها خطرة، ثم يتولد منها فكرة، ثم يتولد منها شهوة، ثم يتولد منها إرادة، ثم يتولد منها عزيمة. إذا وجدت العزيمة وأيضا قويت في القلب، فيقع الفعل ولا بد، إلا أن وجد مانع، ما لم يمنع مانع. مانع قد تحصل موانع لا يتمكن من تحقيق شهوته، إما مثلا خوف عقوبة أو استعصاء من اشتهاه قلبه أو غير ذلك من الموانع.